السلام عليكم. عيدكم مبروك. رغم اللي بصراحة مانيش فرحان برشا بالعيد بسبب الشيء اللي صاير في البلاد، وبسبب عدد الفاميليات اللي باش تعايد من غير ناقصها أخوه ولا أبوه ولا راجل ولا بنت ولا ما يحصلوا. ما عليناش، زدت فديت أكثر وقت اللي ريت العيد اللي هو نورمالمون عيد إسلام كما نقولوا نحنا، عيد تسامح. نورمالمون قلت اليوم باش نحيو السبان، باش نحيو الحروبات والعرك، باش نعيدوا نعملوا هدنة بوز. قمت نلقى الناس اللي هبطت باش تصلي على الشطوط ولا في الشوارع، خاطرها سنة أنه صلاة العيد ما تتعملش في الجامع، دونك حبوا لأول مرة يتمتعوا بحريتهم يصليوا برا. نلقى الباجات اللي على الفيسبوك اللي مسمية روحها تدافع على الإسلام استعملت هذاك، ردته استعراض عضلات، وردته معناها سبب ولا حجة ولا تعلة ولا وسيلة للتهجم على اللي يسميوا فيهم العلمانيين وسبانهم ونفاو وعلمانيين ذا داخو والنساء الديمقراطيات نحاو الدم والاخرين مرضى يبكي ورجعونا بن علي. يعني عباد هابطة تمارس في شعائرها الدينية تصلي ولات وسيلة للحروبات السياسية، وسيلة باش العباد تهاجم خصومها السياسيين بين الإسلاميين التيار الإسلامي السياسي والعلمانيين اللي طالب بفصل الدين على السياسة. مش نقول لكم معناها عقلية هذوما عباد يقولون ندافعوا على الإسلام دين التسامح، ونهار العيد شوفوا شنو هي الممارسات نتاعهم. المهم هذوما ما يلزمش يبعدونا على العدو الأصلي والهدف الأصلي والمشكلة الأصلية في البلاد اللي قامت عليها الثورة اللي هي النظام السابق. اليوم ماذا بيا نحكي لكم على الثورة المضادة، مصطلح يحكيوا عليه برشا عباد، يحكيوا به برشا عباد مش برشا فاهمينه. باش نعتمد على مقال متاع علاء الأسواني، كاتب وصحافي مصري اللهم صل على النبي. المقال اسمه كيف تقضي على الثورة في 6 خطوات. الجنرال اللي يحب يقضي على الثورة شنو يلزمه يعمل؟ أولا احتفل بالثورة والعن الديكتاتور المخلوع، تشدها كما صار في وسائل الإعلام التونسية، من اللي كان التبندير والقفة للرئيس وللسيدة الأولى والعهد التغيير وللإنجازات وللتحول المبارك. القفة ولت للثورة المجيدة والثورة المباركة والشعب الواعي العظيم المثقف اللي عمل الثورة اكسترا. الديكتاتور المخلوع معنى الناس كل شدت لنا في المخلوع ما عادش حتى يقولوا الرئيس المخلوع ولا يقولوا قضية المخلوع أملاك المخلوع اكسترا. التو حتى حد ما قال لنا شكون اللي خلعوا، معناه كلهم يعرفوا مخلوع، لا يقولوا رئيس سابق لا الرئيس الهارب، لا المخلوع خلعناه نحن زرارق مورفين باش ينفخوا الشعب. الاحتفال الدائم بالثورة يجب أن يستيقظ المواطنون ويناموا على نشيد الاحتفال بالثورة، خاطر هذاك باش يخليهم يشعروا أن الثورة نجحت رغم أن أهدافها ما زالت ما تحققتش، وكل شيء مربوط بالثورة. المهم رقدوها الشعب. ثانيا احتفظ بالنظام القديم كاملا، ما تنحي حتى حد من النظام القديم، وكل ما يقوى الضغط ياسر خرج كبش فداء كيكا، مش معناها اللي هو بريء، لكن علق عليه كل شيء وحطه هو وكذلك هو اللي باش يخلص، كما عملوا للطرابلسية كما عملوا للسورياتي كما كل مرة يعمل واحد غير. بالطبيعة كي تقراوا بقية الباراجراف تزيدوا تفهموا لي ديتاي نتاع الحكاية هذيك. المهم نستحفظوا على النظام القديم، نعطيو منه كان أكباش فداء ما يضروهوش ويخليونا نجموا نستعملوا البيادق الصحاح من بعد، ما هاوكا كيف نعطيو للشعب وهم أنه سيء النظام القديم كورنا به ونحيناه. الصحاح مازالوا في بلايصهم، والدليل كل ما يفرق بوست يحطوا فيه واحد تجمع يلتو، خاطر النظام البائد اللي شدونا في البائد أبدناه معناه النظام، حتى النظام السابق لا مازال موجود كيما هو، ويزمنا نخدموا على تنحيته من هنا الانتخابات وحتى بعد الانتخابات. ثالثا اترك أحوال البلد تتدهور حتى تصل إلى الحظ. يا سيدي قال لك هذه أقوى بارتي في الحكاية. قال لك الثورة كيفاش تصير؟ الشعب مقسم لثلاثة 3 غران بارتي. عندك أتباع النظام اللي هم الطحانة والتجمعيين ومن تابع، عندك الناس العاديين اللي جابدين رواحهم جملة، وعندك الثوار اللي عمرهم كامل وهما لا ديكتاتورية لا ظلم لا قمع لا اوني با داكور. الثورة وقتاش تصير؟ الثورة تصير وقت اللي العباد العاديين ينضموا للثوار، وقتها يقلبوا الطرح على النظام وأتباعه، وهذا اللي صار في ثورة تونس وقت اللي ضربونا بالكرتوش، خاطر وقتها ما عادش فيها. باش تكسر الثورة
يلزم العباد العاديين يرجعوا يلتحقوا بالنظام وأتباعه. كيفاش؟ يلزم تكرههم في الثورة، يلزم البلاد تدخل بعضها، الاقتصاد داخل في حيط، انفلات أمني، ما عادش فما ماكلة، مسوا العباد في أبسط احتياجاتهم معناها. دونك الانفلات الأمني، الاقتصاد داخل في حيط، الأزمات في كل بلاصة، وبالطبيعة يلزم تركب للعباد اللي هذاك كل بسبب الثورة. كيفاش؟ الاقتصاد داخل في حيط مناش؟ من الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات. كيفاش؟ الله أعلم. تو الإضرابات الله يبارك كي تقرب السوسيتا تخليها ما تخدمش من 10 قداش من النهار، سورتو كي تبدا غريف سوفاج وعلى ومبلبزة هكاكا داكوردو تعب الاقتصاد. أما المظاهرات والاعتصامات شو مدخلهم في الاقتصاد؟ اسكو قاعدين نعتصموا في البنك سنترال، قاعدين نعملوا في مظاهرات قدام لي سونتر كوميرسيو ولا قدام الوتله والشطوط باش عطلنا التوريزم؟ ميلاد بالطبيعه الغلطه كلها من الثوره. الانفلات الامني زاد كيف من الثوره، مش على خاطر البوليسيه ما همش قاعدين يخدموا وكي تمشي لهم يقول لك لا ما تكرهونا نحن خايبين براو للجيش ولا هذه الخدمه مش خطيتنا. لا، الانفلات الامني بسبب المظاهرات والاعتصامات. انتر بارونتيز فسروا لي كان جات المظاهرات والاعتصامات ما يدخلوش فيها ميليشيات ويبداو يبلبزوا والا البوليسيه يقمعوها، فسروا لي كيفاش باش تتبلبز ولا باش تدخل بعضها. واخر اكزومبل ريناه لو كان زوت وقت اللي النصابه نتاع وسط البلاد جايين مع البوليسيه يضربوا في المتظاهرين بالعصي. دونك بالطبيعه الاعلام يلزموا شنو الخدمه اللي يخدمها وقتها؟ دونك ضخموا من تأثير الأزمة وتلصقوا كل المشكلات بالثورة باش تترسخ في أذهان الناس أنه البلاد تقترب من المجاعة والفوضى بسبب الثورة. البروباغندا بالطبيعة تخدم على روحها وقتها، وفي الآخر نوصلوا العباد تقول من لا حالة هذه حالة البلاد كيفاش ولات كان قعد بنى عليه خير. وهذيك هي طبق الثورة المضادة، العباد اللي تقول كان قعد بنى عليه خير. أقوى ثورة مضادة، أقوى من بيجي قايد سبسي وحبيب السيد والمبزع، أقوى من العالم جنة. رابعا، اضرب وحدة الثوريين وفرق بينهم. الثوريين هم أعداء الثورة المضادة بالطبيعة، يلزم تقسمهم الفريقين بالطبيعة. في الحالة متاعنا نحن عندنا الإسلاميين والعلمانيين، ويلزم وحدة من تتحالف مع وحدة من الأطراف ضد الطرف الآخر. الشيء ذا ماهوش صاير بصراحة في تونس حسب ما قاعد أنا نرى. بيان سور نجم نغلط، سي ايفيدون، مي المهم عندك ديما الفاشية الدينية ضد القوات الديمقراطية. وهنا نعاود الفاشية الدينية مش الإسلاميين، خاطر الخرم اللي قاعدين يلصقوا فيه في الإسلاميين المدخونجين الجدد هذوما الوانابيخ وين جاية حاجة من وراء العقل. الفاشيين هم العباد اللي أمنوا أنه كل ما هو غيرهم عدو ويلزم نقضيوا عليه. يعني ايش باش يعملوا؟ سيدهشونك بقدرتهم على الكذب والنفاق، سيقضون العهد، يعملوا مظاهرات ضخمة من أجل استعراض قوتهم، وقت اللي يشاهد المواطنين التشكيلات متاعهم وعملاتهم وموبيليزاسيون هذيك باش يخاف ويقول زعما فكرة باهية كي نحينا الديكتاتور، والله ممكن ياسر ما حقناش معناها. وبالطبيعة وقتها العباد تبدأ تخاف من الخطر الجديد اللي بالنسبة في تونس يسميوها فزاعة الإسلاميين. بالطبيعة فما برشا عباد جدت عليها الحكاية وسيبت المشكلة الأصلية اللي هي النظام القديم وشدت المشكلة كلها في الخوانجية. باهي عدد الثوريين وقتها باش يطيح على خاطر العباد بدات تهرب عليهم، بدات تحارب في حاجة أخرى، وباش يوليوا الناس ما عادش متضامنين مع الثوريين ويراو أنهم هما اللي دخلوا البلاد في حيط وبقاعدين يعطيوا فيها للفاشيين. خامسا، حاصر الثوريين وشوه سمعتهم. اللي يستعملوا في الفيسبوك والإنترنت يعني أكثر عباد اللي بيتفرجوا في الفيديو هذا يفهموها بالكدا الحكاية. حملة واسعة منظمة من أجل تشويه سمعة الثوريين. من السهل تلفيق وثائق وصور ومستندات ساعات حتى ما غير تقول اللي تحب وكهو تؤكد أن هؤلاء الثوريين خونة وأنهم عملاء لقوى أجنبية دفعتهم للثورة. قاعدين ترى فيها كليرمون الحكاية معناها، يعني الناس اللي تكلمت قبل 14 جانفي ونشطت سورتو على الانترنت لي بلوغور اكسيتيرا تو ولاو جيبتهم أمريكا في دورات تدريبية وبعثتهم للعراق وعملتهم منه وكلهم عملاء أو أجندات أجنبية تحب تسيطر على تونس من خلال الثورة. يعني حتى الثورة ولات تكمبيس من برا. شي يصير لهنا؟ العباد تولي تتساءل هل أن الثورة فعلا وطنية أم أنها مدبرة من عناصر أجنبية؟ اسكو الدول الاستعمارية
جابت شوية شباب خلصتهم وردتهم عملاء مع الخونة عليها باش يعملوا لها اللي يحبوا. وقتها شباب الثورة الذين كان ينظر إليهم منذ أسابيع قليلة باعتبارهم أبطالا قوميين تلاحقهم الآن في كل مكان نظرات الاستهجان واتهامات العمالة. سيؤيدك الفاشيون بقوة وسوف يكذبون لتشويه الثوريين لأنهم يريدون أن يتولوا الحكم وحدهم. وذلك هو اللي قاعد صاير طبعا. يعني الناس اللي تكلمت قبل كلها ولات ماسونية وصهيونية وعميلة استخبارات عالمية ودي ساتانيست وعلمانيين متطرفين يحاربوا في الإسلام. يا خويا بابا مش كثرة العباد اللي تحارب في الإسلام اللي طاحبنا عليه بابا بعد يقولون أنتم تعملوا في فتنة في البلاد باهي. دونك هذوكم يوليوا عملة وخونة ودرشنية. الثوار ظهروا خونة، الثورة ظهرت مدبرة من أجندات أجنبية، الفاشيين هم اللي وحدهم أصحاب الحق في البلاد ولي غارديان دو تومبل معناها هكا هاو برا روحوا على ريحكم. سادسا فينالمون وجه ضربتك القاضية وقت اللي تخرج الأحوال الاقتصادية والأمنية على الآخر العباد تنهار معنوياتهم يكرهوا الثورة ويقول لك كان خلينا بنا عليه خير. وقتها تقول العباد راي الأزمة شانعة وتطلب منهم باش يقصوا من التظاهر والاعتصامات حتى لين تريد الأمور. بالطبيعة وقت الثوريين ما همش باش يريدوا، الثوريين باش يقول لك الثورة باش تسرق منا اكسترا وهيا نهبطوا للشارع. وقت اللي يهبطوا للشارع يهبط فيهم البوليس بالمتراك ولا كريموجين فشخ 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 والعباد تقول إيه محلاها فيهم يستاهلوا هما اللي دخلوا البلاد في حيط وهلكوها واكسترا اكسترا. كم شافروك تحب تتظاهر ولا شنو ولا شنو. هذا يا سيدي خويا اللي قاعد يصير في تونس توا بالضبط. يعني ولات فما عنا عباد ساعة تعمل انت اعتصام في القصبة كي بداتش من اليوم. يعني اقوى ثوره مضاده هي اللي سميت روحها الماجوريتي سيلونسيوز. رانا نحن الاغلبيه ورانا نحن نحبوا محمد الغنوشي يقعد وزير اول ويلزم الاعتصامات ويلزم الاضرابات. نحبوا الاستقرار وبالامن والامان يحيا هنا الانسان وانتم هما اللي قاعدين باش تهلكونا البلاد. دخلتوا البلاد في حيط هذيك هي حقهم. ما فهمتش علاش ما قالوليش دخلتوا البلاد في حيط بريود الثوره وقت اللي بالرسمي البلاد الغادي شويه من داخله في حيط. الثوره مرحله انتقاليه ما تخدمش في شهر ولا شهرين تحب لها بريود طويله. الثوره الفرنسيه قعدت 7 سنين. بارلون دو الثوره الفرنسيه اسكو تعرفوا انه اللي السمبول نتاع الثوره الفرنسيه واحده قحبه موجوده في اللغه العربيه برا حلو لسان العرب وقراوها. بروستيتوي عاهره. يعني توا الثوره المضاده من الاول نفخت لنا البوعزيزي بطل اللي حرق روحه ومنع المنطقه كلها وضربته فاديه حمدي بكف والعوان يضربوا فيه بالمشطه وهو في القاعه. توا ولا البوعزيزي كلوشار، البوعزيزي سكرجي، البوعزيزي عايق والديه. فايده حمدي ما ضربتوش ولا فاديه ما عادش عليها ما ضربتوش وخاتاها وهي البطله وهي اللي عملت الثوره. يا خويا شعلينا في الوقائع الله يرحمه البوعزيزي وربي معاها فاديه حمدي شعلينا في الوقائع. اسكو لو فات اللي هو كان اللي كانوا اسكو هذايا يمس من صورته كرمز للثوره. الرموز هذيك هي خي ثوره يعملوها لي موديغي ولا لي مودرنيست مش مودرني لي موديغي ولا لي زانتيلو لي ليت هذه يعملوا لك كلوشارات الثوره. البطاله الزبراته الزطاله الفصايل. اخي مالا شكون اللي يصدم يتحارب مع البوليسيه ويحرق كراهب ويحرق مراكز ويكسر اللوكال نتاع التجمع مش داخل في الثوره هذاك ولا بليكش الثوره كان ديجاج هكا هو ديجاج راهي نهار الاخر راهي ثوره 17 ديسمبر مش ثوره 14 جانفي. ردوا بالكم تغلطوا هما يحبوا يحطوا لنا في مخاخنا ثوره 14 جانفي خاطركم كوا 14 جانفي وفي كل شيء سي نجحت الثوره برا ربي معاك صباح الخير شكر الله سعيكم وخلينا نحن نعاودوا نتلكمتوا ونرجعوا نشدوا البلاد. تو وقت تآلف الأحزاب التجمعية ريتوه قاعد يخدم على روحه الوطن والمبادرة والمستقبل وحزب الإصلاح الدستوري وغيره وغيره وغيره. دونك المجهودات هذه كلها اللي قاعدة تعمل باش تقتل الثورة طلع رموزها والعباد اللي شاركت فيها سواء همال سواء قطعية سواء زوفرة سواء خونة سواء عملاء وثورة وفات وهو ثوار باش يدخلوا البلاد في حيط وتوا يلزم الريض ونرجعوا نخدموا اكسترا نرجعوا نخدموا ونرجعوا فما حتى مشكل اما نتظاهر ونطالبوا بحقوقنا ونعتصموا ونطالبوا بحقوقنا. وردوا بالكم نهار تسمعوا كلام الثورة المضادة نتاع كان قعد بنا عليه خير هذيك يدي مرض عنا في البلاد
وردوا بالكم تسمعوا الكلام نتاع العباد نتاع لغة باش تدخلوا البلاد في حيط وراو ما يجيش هكاكا ولينا نهزوا ونوفوا. وتونس راهي كا واحد عليه ما هي كيما حتى بلاد عربية أخرى. داير إن شاء الله في الفيديو الجاي نرجع لكم البلاد معناها حالة حكاية معناها جيوبوليتيك قاعدة تصير في العالم بصفة عامة توا، يعني كسوا من في ليبيا ولا في سوريا ولا الشيء هذاك كل خاطر سيتان تو. اون اتوندون عيدكم مبروك وردوا بالكم بالثورة المضادة.